السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هنعمل القطايف النهارده في البيت بارخص سعر وباسهل طريقه. وشايفين الجمال والحلاوه والطراوه؟ فطيره اهو، مش قطايف، دي فطيره على فكره. طريه جدا وهشه جدا واجمل بكتير وانضف بكتير من اللي بتروحي تقفي عليها بالطابور وتجيبيها غاليه. اعمليها في البيت بأرخص طريقة وبأقل إمكانيات هتقدري تعمليها. تمام. وزي ما انت شايفة، حابة تعمليها بيضة كده أو حابة تعمليها اللون الذهبي ده. أنا بحبها بيضة كده عشان لما أجي أحمرها ما تغمقش أكتر. حابة تعمليها اللون ده مفيش مشكلة. تمام يا حبايبي. طرية جدا وتقدري تشكليها براحتك. حابة تعمليها قرطاس كده، حابة تقفليها القفلة العادية بتاعتنا، مفيش أي مشكلة. تمام. تعالوا نشوف الطريقة. معايا 5 كوبايات دقيق. تمام. اي كوباية عندك بتعايري بيها، تعايري بيها المية وتعايري بيها الدقيق وتعايري بيها النشا. تمام. ودي طريقتي المفضلة لنخل الدقيق اهو. زي ما انت شايفة، تقلبي الكوباية كده على المنخل، وبأسهل طريقة بتنخلي الدقيق. انا نخلت 5 كوبايات دقيق او 5 مجات من المج اللي انتوا شايفينه ده. خلاص. نص كوباية نشا، رشة ملح صغيرة. تمام. ومعلقتين بيكنج باودر اهو. قلبي بقى الكلام ده كله. انا كده هجيب المضرب بقى هقلب بيه، عشان طبعا هنضرب العجين بالمضرب. وهجيب ميه دافيه وبنفس المج اللي انا زي ما قلت لك 5 كوبايات ونص ميه. ادي 2، كده 3، 4، كده 5 كوبايات ونص ماء ونص مج. هخليها هشوف احتاجه ولا مش هحتاجه حسب الدقيق اللي معاكي. هنضرب بقى الكلام ده كله كده، هنضرب كويس. انا بقى دراعي وجعني، هروح اجيب المضرب الكهرباء. حبتي انا كنت جايبه الكبه جنبي، هعمل في الكبه. تعمليها في اي حاجه، في اي حاجه تقدري تعمليها، تضربيها بالمضرب السلك كده، بالمضرب الكهرباء. لو عندك عجان مفيش اي مشكله. كده انا احتجت نص كوبايه الميه، حطيته اهو. وهنضرب الكلام ده كله بقى مع بعضه. لا كده انا دراعي وجعني، هروح اجيب المضرب الكهرباء. اسهل ومش هيخلي لك كلاكيع. الافضل انك تعمليها بالمضرب الكهرباء او في الكبه او في العجان. تمام. ولو انت ضربتيها بالمضرب السلك هتصفيها. هنا حطيت معلقتين سكر. تمام. تمام كده. خلاص كده هسيبها ترتاح بقى من 10 دقايق لربع ساعة، حسب الجو اللي انت فيه. وهنا بقى بعد ما ارتاحت، شايفين العجينة ناعمة جميلة جدا وسهلة جدا اهو. شايفة العجينة؟ دي القوام المطلوب اللي انت لازم تاخديه اهو. تمام كده. تمام يا ام محمد. تعالي نقلي بقى لا، نسويها الاول. هاتي بقى طاسه عندك، هاتي جريل، هاتي اي حاجه عندك اهو. شايفه الفقاقيع؟ اول ما تحطيها هتلاقي فقاقيع كده، خلاص هي تعرفي انها ناجحه معاكي. تمام كده. تمام يا ام محمد. لو انت مش عايزه فقاقيع كتير كده، او الخرام اللي فيها اللي شفتيها في الاول كده، ما تكتريش البيكنج باودر. ممكن تحطي معلقه ونص، ممكن تحطي معلقتين بيكنج باودر ممسوحين. تمام. بس دي افضل طريقه انا عملتها. ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. شايفين الجمال بقى والحلاوه والقطايف باسهل طريقه، ولا تقفي طابور، ولا انت عقبال ما تنزلي الشارع تروحي تجيبيها تكوني عملتيها في البيت. شايفه الطراوه وشايفه الجمال؟ دي القطايف بتاعتي. لو وصلتي معايا لحد هنا صلي على النبي وحطي لايك. اهم حاجه الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو انت مش عايزه الاخرام دي بقى، زي ما قلت لك الكتيره دي، عايزاها تبقى قليله شويه، خف البيكنج باودر. تمام. شوفوا بقى الطراوه والحلاوه اللي في القطايف، هتتقفل معاكي بكل سهوله. وطريقتك النظيفه وفي بيتك وحاجتك المضمونه، تقدري تعمليها في اي وقت. تمام كده يا حبايبي. وده اللون المفضل بتاعي. اما اللون بقى بتاع بره هو التاني، اللي هو الغامق شويه اهو. ده اللون اللي بيعملوه بره وبتشتريها من بره كده.
بس انا بفضل اللون الفاتح شويه. انا بوريك ان هي بتتقفل ازاي، سهله جدا. وهنا بقى الحشوه بقى بتاعتك انتي. انا حشيتها مكسرات فول وزبيب وجوز الهند ولوز انتي بقى حشوتك انتي تحشيها زي ما انتي عايزه. ممكن تحشيها بلح، ممكن تعملي كريمه كدابه اللي هي بتاعت الحلويات وتحشيها، انا عاملاها لكم في القناه. ممكن تخشي تشوفيها اهي. وكده انا هحشي القطايف بتاعتي وهروح اقليها اهو. ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. تمام كده، شايفين اللون وشايفين الجمال. وهنا عندي بقى العسل بتاعها اهو. انا عامله لكم العسل برضو في القناه، تحبوا لو تحبوا تشوفوه تقدروا تفتحي الفيديو وتشوفيه وتتعلمي منه. تمام كده يا حبايبي، تمام. ما شاء الله، ولا حول ولا قوه. عايزه اقول لكم بجد بجد اقسم بالله، طعمها تحفه، طعمها خرافه، غير اللي بتجيبيها من بره خالص. يلا حطي اللايك والشير وفعلي الجرس عشان حبايبك يستفيدوا من الفيديو. وما تنسيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. صلوا على النبي يا حبايبي، اتفضلوا معايا. وده الطبق اللي رايح للحبايب، انا عملته وغطيته كده، رايح للحبايب. استودعكم الله واشوفكم في فيديو جديد، ومع الف سلامة.